ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم في قصة جديدة ان شاء الله هتعجبكم. فلو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل قصة جديدة، ولايك وكومنت، ونصلي على النبي الاول. ويلا بينا على القصة. تبدأ قصتنا مع شاب يعيش مع امه، يعشقها عشق جنوني. ما بيرتاحش الا لراحتها، وما بيتعبش الا لتعبها. بسمتها منبع بسمته، ما بيتعبش من ختمتها، وما بيرتاحش الا في حضنها. أمير، رغم إنه يتيم الأب اللي أمه عوضته عن الأمان والحنان. أمير كان بيتمتع بجمال وحنية، إلا أنه ليس بكائن مثالي. كان يجد المتعة في معاكسة البنات ومصاحبتهم، يعني من الآخر بيسلي نفسه، يعاكس دي ويصاحب دي. وبما إنه فتى الكلية الوسيم، بنات كتير بتحب تتكلم معاه. أمير، يلا يا حبيبي قوم علشان تلحق كليتك. صباح الفل يا ست الكل. صباح الخير يا قلب ماما. يلا يا حبيبي قوم علشان تلحق كليتك. يلا، هانت، فاضلك سنة وتخلص بقى، وافرح بيك مهندس قد الدنيا. يا رب، والله هفرحك. انت غالية عندي وما اقدرش ارفضلك طلب. نفسك في ايه كمان؟ نفسي افرح بيك، عريس جميل واشيل ولادك. ولو اني مش بفكر في الجواز دلوقتي، بس ان شاء الله، وهتكوني احلى جدا. يا رب يا حبيبي، ربنا يكتب لك الخير ويهديك. امين. نزل أمير الكلية وقابل صحابه. أهلا بالكوتش. إيه يا ابني اتأخرت ليه؟ فاضل على المحاضرة 5 دقايق. طب يلا علشان نحضر. لا روح انتوا يا دحيحة، أنا هحضر السكشن، ماليش في جو المحاضرات. انت حر. إلا يا ابني أنا مستغرب، انت ازاي فلاتي وبتاع بنات كده؟ ما شاء الله عليك دحيح في مذاكرتك. أنا بذاكر وانجح علشان خاطر أمي، نفسها تفرح بيا. ومن يوم ما أبويا مات وأنا عيل صغير، وأخدت وعد إني أفرحها. أما بقى البنات فده كده هبل في هبل، يعني ولا حب ولا نيلة. أهو بس بروق من جو المحاضرات. على رأيك. يلا يا واد، بجد كوتش، عرفت تدير اللعبة صح. طب يلا يا فالح، اتأخرنا على المحاضرة. رقية، رقية. يا صباح الخير، ازيك يا سلمى؟ الحمد لله كويسة. ازيك يا باشمهندسة؟ أنا بخير. انت عاملة ايه؟ اتأخرت على محاضرة الصبح. معلش، فضلت اذاكر وراحت عليا نومة، ووقفت معايا حاجات. ولا يهمك، تعالي نروح نفطر ونشوف ايه اللي وقف معاكي، وربنا ييسر ونشرحها. رقية وسلمى صحاب من ثانوية، وحاليا في تالتة هندسة، يعني أمير أكبر منهم بسنة. صحاب أخدوا بإيد بعض لله، بيحفظوا القرآن سوا، وكل واحد بياخد بإيده التاني لو وقع في الطريق، ونفسهم يلتزموا كده على طول، وربنا يرزقهم بأزواج صالحين ملتزمين زيهم. ها، فهمتي يا قطتي؟ بجد ربنا يجازيكي خير. جزانا وإياكم. ايه ده؟ يا خبر، فاضل دقايق على السكشن. يلا نمد، احنا الوقت سرقنا. يا نهار، طب يلا بسرعة. ومرة واحدة رؤية خبطت في أمير. أنا آسفة، بجد سوري. ولا يهمك، يلا نلم بسرعة الورق، ده السكشن هيبدأ. اتفضلي بقية الورق. جزاك الله خيرا. اللحظة دي بس أمير سكت، شاف بنت أمورة، وإزاي بقى تبقى أمورة كده ومعاه في كلية واحدة، ولا كلمها ولا هزر معاها، رغم إنه حس إنها معقدة من شكل حجابها والتزامها. بس يلا، ما يهمش، مسيري ألاقي ليها طريقة. ما كل البنات زي بعض، هتعمل فيها ست الشيخة، هعمل لها فيها سيدنا الشيخ. وبعد المحاضرة، الحمد لله، أنا كنت خايفة ما نلحقش السكشن. الحمد لله لحقنا. يلا بقى نروح قبل ما نتأخر، انت عارفة المواصلات. يا اختي عارفة، ربنا ييسر. ايه ده؟ دول خلصوا. طيب، فرصتي بقى. انت بتكلم نفسك يا ابني؟
بكلم نفسي ايه بس؟ استنى انت هنا، انا جاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير، في حاجة؟ نعم. انت مش فاكراني؟ لا حضرتك، في حاجة؟ انا اللي انت خبطتي فيه الصبح قبل السكشن. اه سوري. طب برضو في حاجة؟ مالها رخمة كده؟ اه، اصل حضرتك اتسربعتي على طول، فانا خفت يكون ورقك اتلخبط على ورقي لما وقع، بس فقلت اسألك. لا، مفيش ورق لحضرتك مع ورقي، عن اذنك. طب ومالك متسربعة كده؟ يعني ملحقناش نتعرف. لا حضرتك، احنا مش بنتعرف، عن اذنك. ليه بس؟ واحنا شبهة لا قدر الله؟ احنا مش بنختلط بشباب، وبعد اذنك وسع من طريقنا، ممكن؟ يلا يا سلمى. والله والله اتقلشت يا معلم، ازاي تعمل كده؟ انا برضه اتقلش؟ انت اتجننت يا ابني؟ تلاقيها بس سايق العوج، سيبها، مسيرة الاقي لها طريق. وانت ما لقيتش غيرها؟ ما هي البنات مالية البلد. لا، اصلها قلبت معايا عندي بصراحة، ومسيرة الاقي لها طريقة. يلا يا حبيبي، حضرت لك الغدا. ايوه يا امي، انا جايه اكل معاكي. تسلم ايدك. تسلم يا حبيبي. ها، عملت ايه في الكليه النهارده؟ الحمد لله. ربنا يوفقك يا ابني ويكتب لك الخير. تاني يوم. الواد بتاع امبارح ده شكله بيستظرف. سيبك منه، مادام صديناه خلاص، ربنا يحفظنا من غلاسته. امين. بقولك، هاتي كشكول محاضرات امبارح، لاني محتاجه اشوف كام نقطه. كشكول ايه؟ انت ما اديتنيش حاجه. يا بنتي كان معاكي. لا والله. طيب شوفي لا يكون بدلتيه بكشكول من بتوع الواد لما خبطنا فيه امبارح من استعجالنا. يا رب لا. ايه ده؟ ده مش بتاعي. شفتي؟ طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا لو السما اتطربقت على الارض اهون عليا انقل المحاضرات كلها، ولا اروح اقول له هات محاضراتي. طب وكشكوله؟ هسيبه في الامانات، لما يسأل عنه يروح ياخده. وادي امير، بص شوف مين هناك، البنتين بتوع امبارح. اه، الشيخة والشيخة. وهتعمل ايه مع البت اللي قلشتك دي؟ تعال اقولك. صباح الخير يا باشمهندسة. نعم يا باشمهندس، في حاجة؟ اه، ادي كشكول محاضراتك وبتاعي معاكي. لا مش معايا حاجة، بتاعك في الامانات، تقدر تروح تاخده. كده برضو؟ اخص عليكي، يعني اجيب لك محاضراتك لحد عندك وانت ما تقدريش تستني تديني محاضراتي؟ يلا يا سلمى، هنتأخر على المحاضرات، ممكن بعد اذنك انت معطلنا. ليه بس يا جميل؟ هو انت على طول دحيحة وملتزمة كده؟ طيب ما تيجي اشرح لك كلام الدكتور، والله هفهمك احسن منه. يلا يا رقية، اوعى بقى من قدامنا. انت ايه؟ طيب ماشي، انا هفضل جندل، بس مسيرك هتيجي تكلميني وما هتصدقي. يلا، وسيبيه يحلم براحته. ها، لسه برضو دماغها شمال؟ انا همسحها مسح. ايه التقل ده؟ دي اي بنت ما بتصدق اني اكلمها. سيبك انت، ان ما خليتها تجري ورايا، مسير اجيبها باي طريقه. يا ابني، انت وليه وجع دماغك من قله البنات في البلد؟ وبعدين دي محجبه ومعقده وبتاعت عفوا وكلام قديم مات. شوف اي واحده لطيفه لذيذه، ما تعملش فيها ست الشيخه. بعد ما خلص الجامعه روح البيت. مالك يا حبيبي؟ ولا حاجه يا امي. انت اكلتي؟ لا، مش قادره اكل، معدتي وجعاني. لا لا، بعد الشر، تعالى اوديك للدكتور. لا لا، هتلاقيهم حبة برد، تعالى كل وانا هاكل معاك. تاني يوم. امير ده مش هيجيبها البر، سيبك منه، لو عكسني تاني هنقول للسكيورتي. طب اهو وصل البيت، هتعملي ايه؟
يلا نلحق نروح المحاضرة قبل ما يشوفنا. ولفينا من ورا مبنى المحاضرات. ما شفتش رؤية؟ لا. ليه؟ تعرف، أول امبارح وأنا بتفرج على كشكول محاضراتها لقيتها ملياه في الأول آيات قرآنية وأدعية. يا ابني قلتلك دي ست الشيخة، سيبك منها. معرفش ليه أنا نفسي أكلمها، وبحس فعلا إني لازم أشوفها. إيه الهبل ده؟ لا لا، فوق يا معلم. طيب أنا رايح أشوف بقى هعمل إيه النهاردة. أنا هروح اتحاد الطلبة أسأل على حاجة، ماشي؟ أوكي، هستناكي في المسجد. إيه يا جميل، ولا صبحتي ولا سألتي؟ انتي لسه تقلانة كده؟ هو انت كل يوم هتعمل كده؟ ما تبعد عني، عايز مني ايه؟ نبقى اصحاب وحبايب ونتكلم وندردش. انت بتحلم، مش كل الطير اللي بيتاكل لحمه. انت مش هتبطلي تقلي بقى؟ مشيت وسبته. استني هنا. ولقيته مسك ايدي بالعافية، ومرة واحدة ما حسيتش غير بكف ايدي التانية وعلى وشه. انت اتجننتي، والله لا دفعك تمن ده غالي. انا تضربني بالقلم؟ والله ما سايبها، حتة بنت زي دي تعمل فيا كده؟ خلاص اهدى. طيب ملكش دعوة. ماشي يا رؤية، انا هفوقك بقى. بتقولي ايه؟ انت بتهزري. والله ضربته بالقلم، مسك ايدي بالعافية. اسكت له؟ وهقدم فيه شكوى كمان لو ما بطلش قلة ادبه دي. انا خايفة، ده مش سهل. ربنا يستر، ما تقلقيش. يا ابني رد بقى، انت فين؟ مامته بتتصل بيا ومش لاقيه. اعمل ايه انا؟ طيب طب اروح لها واشوف فيه ايه، ولا بلاش احسن تقلق؟ اه يا رب اشفيني، يا رب يا امير تيجي بالسلامة. انا بنت زي دي تعمل فيا كده؟ ازاي قدرت؟ وبعدين انا اصلا غلطان اني بجري ورا واحدة زيها. يوه، امي، انا نسيتها. وجري امير على البيت. ايه يا حبيبي، كنت فين؟ قلقت عليك. معلش، كنت في مشوار. ماما، انتي متلجة كده ليه؟ انتي تعبانة؟ لا يا حبيبي سلامتك، انا كويسة. لا، انتي بقالك كام يوم كده، انا هكلم الدكتور. وبعد شوية امك عندها سرطان وحالتها خطيرة ومتأخرة. ايه؟ ازاي؟ لازم تنتقل المستشفى ونعمل لها تحاليل وفحوصات. طيب ننقلها، بس بكرة مش دلوقتي. بس بلاش تقول لها حاجة. في ايه يا امير؟ بتعيط ليه؟ انا عندي ايه؟ انتي زي الفل يا ست الكل، بس شوية تعب ولازم تستريحي هنا، والممرضة وانا هنفضل جنبك نرعاكي. ممكن؟ فضل أمير جنب أمه يرعاها كطفل صغير ما بين خوفه وقلقه وأمله إن هي تخف وتفضل معاه. هو ملوش حد غيرها. طيب اهدى، إن شاء الله هتقوم بالسلامة، ما تخافش. ما خافش ازاي؟ بقولك تعبانة وحالتها متأخرة، أنا ماليش حد غيرها يا رامز. لا لا، إن شاء الله هتكون بخير. شفتي أمير النهاردة؟ شكله مش طبيعي. وأنا مالي، ربنا يكفينا شره. آمين. أو ربنا يهديه ويصلح حاله. آمين. أمير لقى نفسه في ابتلاء حقيقي. أمه أهيا بتصارع مع الموت، ورامز اتخلى عنه في وقت الشدة. أنا تعبان قوي ومش عارف أعمل إيه، بجد يا رب ساعدني، أنا ماليش غيرك. وفضل كده بيراعي أمه وما بينامش لحد ما بيروح الكلية، وما بيهتمش بأي بنت حتى رؤية، وكل اللي بيشغل تفكيره هي أمه الحنونة. سلمى، أنا هسأل الدكتورة على حاجة بس مش فاهماها. طيب هستناكي. وراحت للدكتور ولقيت أمير بيتكلم معاه. تعالي يا رقية، في حاجة؟ بعد إذن حضرتك، بس هسأل على حاجة. طب ممكن ثانية؟ ها يا أمير،
انت ما حضرتش الامتحان ليه؟ كان عندي ظروف منعتني اني اجي. والدتي تعبانة وفضلت جنبها. لولا تفوقك ما كنتش صدقتك. طيب خلاص، هديك فرصة تانية تمتحن. شكرا. ومشي أمير وهو ما بصش ناحية رؤية. تعرفي أمير مامته تعبانة ويظهر تعبان قوي. ده ما حضرش امتحان الدكتور. مش بقولك شكله متغير. أمير كان مروح على البيت، جاله تليفون. ألو. أيوة. طيب أنا جاية حالا. أمير جري على البيت، روح البيت وجري على أمه ولقاها تعبانة جدا، والممرضة قالت له ننقلها المستشفى. وبالفعل نقلها المستشفى. احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. يعني ايه؟ يا ريت تفضل جنبها، هي حاليا مش محتاجة حد غيرك. اتقبلت كلامه وانا شبه مصدوم ومش مصدق ان امي هتسيبني خلاص. امير، تعالى يا حبيبي خليك جنبي. ما تعيطش يا امير، انا بحبك وراضية عنك. ربنا يهديك ويصلح حالك. امير، لو بتحبني اتقي الله في نفسك. بعد ما اموت فرحني بيك وادعيلي، وخد بالك على نفسك. ربنا يحفظك ليا وتفضلي جنبي وتفرحي بيا. وبعد لحظات سمعت صوت الجهاز بيزن، ولقيت الدكتور جري عليا وانا مش فاهم حاجة وبتمنى ما يقول اللي في بالي. البقاء لله يا امير، ربنا يتولاها برحمته. لا لا، ما تقولش كده. انا امي ما ماتتش، انا امي عايشة، عايشة عشاني، مش هتسيبني. ماما قومي، ما تسيبينيش لوحدي. انا ماليش حد غيرك. هعيش مع مين وهاكل مع مين وهجري على حضن مين لما اتعب؟ قومي يا ماما، بالله عليكي قومي. امير، ما تعملش في نفسك كده، ده قضاء ربنا وقدره. قول انا لله وانا اليه راجعون وادعي لها. مرت ايام على دفن امي وانا تقريبا شبه ميت. مفيش حد جنبي، حتى رامز اتخلى عني. مش طايقه اروح الكليه ولا ذاكر ولا اي حاجه. انا ماليش نفس للحياه. ايه يا بنتي، عملتي ايه في الامتحان؟ الحمد لله، ربنا يعدي السنه دي على خير. امين. ايه ده؟ بصي بصي، مش ده امير؟ هو مال شكله كده ليه؟ شكله مهموم. وبعدين احنا ملناش دعوة. مش انتي بتقولي مامته كانت تعبانة؟ تكونش ماتت؟ الله اعلم بقى. كل اللي فكرت اعمله ان احاول اتكيف مع حياتي، بس فاقد للشهية في الحياة واني عايشة. بروح كليتي اجهز حضوري وبحاول احل حاجة في الامتحانات وربنا اعلم بحالي. وفجأة وانا ماشي بجيب محاضراتي شفت رقية. لو سمحتي، مفيش كتاب سنة تالتة؟ لا خلص، ومعرفش هيجي تاني امتى منه. لقيت امير كان معاه الكتاب بس طبعت السنة اللي فاتت واداهولي من غير كلام ومشي. استنى لو سمحت يا باشمهندس. ايه ده؟ ده كتابي، ذاكري منه، مادام بتاعكوا هيتأخر. لا شكرا، انا هشتريه لما يجي. خليه معاكي، ولما تشتري الجديد اديه لأي حد ولا سيبيه في الامانات وانا هروح اخده. ومشي من قبل ما الحق ارد عليه. على فكرة، انا اسف اني غلطت فيكي، ويوم ما فكرت اردلك القلم اخدت انا قلم اقوى منه. مالك واقفة كده؟ ما شفتيش امير عمل ايه؟ لا، تعالي قوليلي. ومرت الايام وقررت ان افرح امي زي ما قالت. قعدت احاسب نفسي وحسيت ان ربنا مش راضي عني. اعمل طاعة وراها ذنب لحد ما تعبت من نفسي، بس قررت افضل وراها. بقيت احفظ قرآن وادعي لامي واتصدق كتير علشانها. ورحت دار الايتام، قلت اجرب اعمل حاجة خير تشرف امي. السلام عليكم، لو سمحتي انا حابب اتطوع هنا. وعليكم السلام. رؤية، ازيك؟
الحمد لله يا باشمهندس، خير. انا كنت حابب اتطوع هنا واجي يوم او 2 في الاسبوع. طب اتفضل املى الاستمارة دي. ياه يا امير، انا متصورتش هتنكسر كده بسبب تعب مامتك. ربنا يصلح حالك. استاذ محمد، مشرف الدار، تعالوا يا ولاد، احب اعرفكم بعمو امير، هيكون معانا هنا. تعالوا بقى اتعرفوا عليه. انا اسمي نور وعندي 5 سنين. كنت مبسوط قوي مع اني ما تعاملتش مع اطفال قبل كده، بس حاولت اكون صاحبهم. كل يوم بقرب منهم فيه بشوف قد ايه هم حلوين قوي من جوه، لحد ما في يوم كده برضو توقعي الاكل على هدومك، في بنت تعمل كده. انا اسفه يا ابي. جريت تعيط على اوضتها، ومعرفش ازاي جالي قلب ازعق لها. ازاي تزعق فيها كده؟ مش حرام؟ انا مقصدش، ده مبرر يعني؟ اهي زعلت. حرام عليك، دول ايتام، لازم نحسسهم بالحنان، مش نزعق فيهم. ليه القسوة دي؟ قسوة؟ انا قاسي؟ رؤية جريت تشوف نور، وانا لقيت نفسي نزلت من الدار ومعرفش رجلي مودياني فين. انا كنت غلط، انا كنت قاسي. انا ليه عايش لحد دلوقتي؟ يا رب، انا تعبت. انا عارف اني كنت غلط، بس خلاص، مفيش حد جنبي. تاني يوم. طيب حاضر، انا داخله للاولاد علشان اقول لهم ينزلوا يفطروا. يلا يا كتاكيت على الفطار. ليلى، نور فين؟ مع ابي امير فوق. طلعت اشوف نور، فوجئت بامير جايب لها عروسه وشوكولاته وبيهزر معاها، وهي قاعده على رجليه وبسها في راسها، وفضل يطبطب عليها وهي قامت حضنته. وقتها شفت الدموع في عينيه، حسيت انه مفتقد براءة وطيبة زي الأطفال دول. نور، الفطار جاهز تحت، يلا انزلي مع صحباتك. حاضر يا أبلة. شفتي أبي جاب لي ايه؟ عروسة جميلة قوي. طيب يا حبيبتي، مبروك. يلا انزلي بقى علشان تاكلي. باشمهندس أمير، أنا آسفة، ما اقصدش أقول إنك قاسي، بس أنا ما بحبش حد يزعق لهم. حصل خير، انت عندك حق. عن إذنك. أنا ايه اللي خلاني أقبل أسفها ولا حتى ما اتكلمش معاها، مع إني نفسي أوي أكلمها؟ أنا بحلم واحدة زي دي محترمة ما تكلمش واحد زيي أصلا. أنا مفيش قدامي غير إن أخلص امتحاناتي دي وآخد شهادتي وأمشي من هنا أشتغل في أي بلد تانية. مبروك يا هندسة، أدينا خلصنا، فاضل لنا سنة. آمين يا رب، يوفقنا فيها دي بقى. مبروك يا أمير، تقديرك كويس جدا. الحمد لله يا دكتور. ها، ونويت على ايه؟ هدور على مكتب هندسة غير اللي بتدرب فيه واشتغل. ربنا يوفقك. وتمر الأيام وأمير بيدور على شغل أحسن، لحد ما لقى مكتب هندسة كويس جدا وقدم فيه CV. ألو، باشمهندس أمير؟ أيوة أنا، مين معايا؟ أنا سكرتيرة أستاذ أحمد، حضرتك اتقابلت في المكتب وتقدر تستلم شغلك من بكرة. بجد؟ أوكي، إن شاء الله هاجي بكرة. الحمد لله يا رب، الحمد لله. أنا أنزل أصلي العشاء وأحضر نفسي في المسجد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم. أنا بشوفك هنا من مدة، بس مش بلحق أتكلم معاك. أنا آسف، أصلي بصلي وأمشي. خير، في حاجة؟ لا، أنا بس حابب أتعرف عليك، أصلي حاسس إنك صحبة صالحة. أنا صحبة صالحة؟ يا رب يسمع منك. ليه بتقول كده؟ كل إنسان له ذنوب، بس المهم ما نكبرش ونرجع لربنا. صح؟ صح، ربنا يهدينا. أنا أمير، وإنت؟
انا يحيى. خلاص بقى، انا كل صلاة هستناك هنا نصلي سوا. تمام قوي. على فكرة، انا بحفظ قرآن في دار جنبنا هنا، ممكن لو تحب تيجي معانا تعالى. بجد؟ يا ريت. طيب تمام، انا هستناك نروح سوا. ونشأت صداقة قوية بين يحيى وأمير. وعدى الصيف، وأمير بيروح الدار في يوم غير أيام رقية، لأنه مش حابب يشوفها، لأنه حس إنه حبها، بس هو ما يستاهلش حد زيها. ابتدى يحفظ قرآن ويقرب من ربنا أكتر. بقولك إيه يا ابني، أنت معزوم على الفطار معانا بكرة، وكل رمضان وأنت طيب. وأنت طيب، بس صدقني مش هينفع، معلش خليها وقت تاني. إيه يا واد، أنت بتتكسف؟ لا لا، ما تقلقش، احنا الحريم اللي عندنا هنحبسهم وهنفطر بعيد عنهم. معلش، مش عايزة اضايقكم، وبعدين ده اول يوم العيلة بتتجمع فيه، خليها يوم تاني ولا حاجة. طب مستنيك بعد بكرة. خلاص ارتحت؟ انت بقى هتعمل ايه بكرة؟ مالكش دعوة، يلا بقى نروح نلحق التراويح. ياه، اول رمضان وانت مش معايا فيه يا امي، ربنا يرحمك ويجعلك من اهل الجنة يا رب. انا بقى لازم اعمل حاجة خير ابدأ بيها الشهر. سلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا ابني، في حاجة؟ أنا جايب أكل لمائدة الإفطار هنا، وده المطعم اللي جبت منه، يعني حابب أشارك في إفطار المسلمين معاكم، ممكن؟ طبعا ممكن، جزاك الله خيرا، ربنا يتقبل منك. يا رب. روكا، حبيبتي رمضان كريم. وانت طيب يا حوحو. حوحو؟ دي آخرتها؟ اه، ما انا جبتلك الفانوس اللي انت عايزاه، لازم اكون حوحو بعد كده. طب عايز ايه يا حبيبي؟ ايوه حلوة دي. بصي بقى، بكرة أنا عازم واحد صاحبي ابن حلال على الفطار معانا، وعايزك تتوصي بفطار حلو كده علشان يعجبه. أوكي، من عيوني. تاني يوم. سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا أمير، نورت والله. منور بيك. رقية، انتي ظبطتي الترابيزة برا؟ اه، بس فاضل المية. طيب اطلعي حطيها، أخوكي وصاحبه قاعدين في الصالون، الحقي حطيها قبل الأذان. طيب حاضر. وطلعت أحط المية، ولمحت صاحب أخويا من ظهره، حسيت إني أعرفه، بس طنشت. تسلم يا كابتن. الفطار عجب صاحبك؟ أوي. لا يا بت، هفكر أجوزك بقى. وأهو، صاحب أخوكي شكله ابن حلال، ده أنا ما سمعتلوش نفس. آه والله يا ماما، ابن حلال ويتيم وغلبان. يا حول الله، ربنا يعوضه بزوجة صالحة تسعده. آمين. ازيك يا زوجة يا صالحة؟ أنا ولا فاهمة انتوا بتتكلموا عن ايه. يا نفوخي، ولا حاجة ولا حاجة يا رقية، ربنا يهديكي، انتوا عقبال ما تجوزوها هيكون جالي شلل اطفال. بعد الشر يا حبيبي. لا انتوا عايزين تخلصوا مني بدري بدري، طب ما نفرح بك انت الاول. بس ما تضيعيش صيام اليوم، لما اكون نفسي ولا هتجوز وانزل اشحب بيها على باب المسجد. يا ابن العروسه بتيجي برزقها. والله العظيم. لا تصدقي، اول مره اعرف، بس اكيد مش هستنى رزقها افتح بيه بيت، ربنا يرزقني وافتح بيت، وبعدين رزقها ده يكون فيه بركة لينا سوا، ولا هبص على رزقها من قبل ما تيجي. انت مجنونة يا بت. خلاص خلاص، انا غلطانة اني جبت سيرة الجواز قدامكم، ده انتوا تجيبوا الضغط. الله يخليكي يا حاجة. بتمر الايام، وامير بيحاول يكون احسن واحسن، وبقى صاحبه الوحيد اللي بيسليه في وحدته هو يحيى. ايه يا كابتن، انت مش بتفكر تتجوز؟ اتجوز؟ والله ضحكتني، ما هي ناقصاك النهارده اصلا. ليه بس؟ ده انا بسأل في الخير. ايه، عندك عروسة ليا؟ اه بصراحة. ايه، انا بهزر انت صدقت؟ لا والله بجد وبصراحة، مستخسر تطلع لحد بره. طب ما تتجوزها انت يا فالح، الاقربون اولى بالمعروف.
مش هينفع، اصلها تبقى اختي. اختك؟ لا ده انت بتتكلم بجد بقى. يا ربنا، انت دايما فصلان كده. ما قلت ايوه. والله يا يحيى انا ما اقدرش ارتبط. انا ماليش غير الشقه اللي ساكن فيها، ولسه بجهز نفسي. انا اكيد افرح ان ناسب حد زيك، بس برضو اكيد اختك تستحق حد احسن مني. ليه بتقول كده؟ اولا اختي او غيرها، انت تستاهل كل خير. وبعدين حالك ما شاء الله ميسر، وعندك بيت جميل ربنا يديمه عليك، وشغل كويس ربنا يرزقك. ليه بقى تفضل قاعد لوحدك؟ انت تعبان لوحدك. معلش، بكرة ربنا يفرجها. أمير، ممكن تجاوب عليا بصراحة؟ نعم. انت بتحب حد؟ أمير ما ردش. سكت ليه؟ بصراحة مين؟ بنت كانت معايا في الجامعة، غلست عليها، وكانت محترمة، مش زي ما كنت فاكر إنها متكبرة وزي باقي البنات. شوية وهنتصاحب، بس ندمت إني عكستها وظنيت فيها ظن كده، وهي يستاهلها حد أحسن مني. أنا حبيتها بجد. طب وما تقدمت لهاش ليه؟ لا لا، هي فين وأنا فين؟ هي تستحق حد طيب وابن حلال، وانت مش طيب. صدقني مش هينفع، ربنا يرزقها بحد يحافظ عليها. هي قدك؟ لا، أصغر مني بسنة، واسمها رقية. رقية؟ أيوة. طيب ولا يهمك، سيبك انت، بكرة ربنا يكرمك ويسعد قلبك يا عم. ربنا يحفظك بجد. أنا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. ربنا ما يحرمني منك ولا منك. في البيت. رقية، تعالي عايزك في موضوع. خير يا يحيى، في ايه؟ اقعدي، هدردش معاكي في مشكلة شبابية كده، بما انك اختي العاقلة. بجد؟ طب هات اللي عندك يا فتى. بصي يا ستي، لو في شاب كان بيعاكس بنات وربنا هداه وتاب ونفسه في زوجة صالحة، تفتكري يستحق ولا لأ؟ لأنه كان بايظ. أكيد يستحق، إذا فعلا كان تاب توبة صادقة لله، وربنا غفور رحيم. إن شاء الله ربنا يتقبل توبته ويرزقه بزوجة صالحة. إحنا بشر، مش هنعلق له حبل المشنقة يعني. تمام طيب، انت لو تقدم لك حد كده توافقي عليه؟ وقتها افتكرت أمير، بس ركزت مع يحيى. والله يا يحيى ده يرجع ليا لما اشوف الشخص ده، يعني لو فعلا حاسه ندمان لربنا وتاب وهيتقي ربنا فيا بجد ويقدرني وياخد بايدي للجنه، فان شاء الله وافق. ليه لا؟ طيب تمام، بما انك اختي حبيبتي، ممكن نتكلم بصراحه؟ اتفضل. فاكره ولد كان معاكي في الكليه بيعكسك وبيغلس عليكي، واسمه امير؟ صح. طيب ما انت معايا في الخط اهو. ماله يا يحيى؟ كمل. امير ده يبقى صاحبي اللي جه هنا البيت وما يعرفش انك اختي، وهو يتيم، والدته ماتت في اخر سنة في الكلية، وهو تاب لربنا، وبجد حد طيب قوي، وما شاء الله شغال على نفسه، حفظ القرآن وشغال، وبجد عايز يرضي ربنا ويفرح امه في قبرها بأي طريقة. يحيى حكى لأخته على كل الكلام اللي دار ما بينه وما بين أمير. بتعيطي ليه؟ ما تصورتش إن هيجي يوم ويقول كده. إحنا بشر وكلنا بنغلط، بس في ناس ربنا بيحبها ويتوب عليها ويهديها للخير. هو يعرف إني أختك؟ لا ما قلتلوش، بس انتي ايه رأيك؟ يعني ممكن أجيبه البيت وتشوفوا بعض وأخليه يتقدم لك؟ لأنه بجد حد أنا مستخسره يطلع بره. أنا أعرف شباب كتير، بس ما تمنيتش تتجوزي حد قد ده، لأنه منكسر ودايما نفسه ربنا يرضى عنه. وبعد موت مامته أنا بحس إنه بيقاوح في الكون علشان ما يقعش. خلاص، اللي انت شايفه، شوف هتعمل ايه وربنا ييسر. ان شاء الله. تاني يوم. سلام عليكم، ازيك يا هندسة؟ وعليكم السلام، ازيك يا يحيى عامل ايه؟ تمام، انا بخير. بقولك، ممكن اعدي عليك العصر كده
وتيجي البيت، اصل في مشروع هندسة حابب اسألك فيه وتفيدني، بما انك مهندس شاطر. انت عارف انا ادبي وماليش في الرياضة. مالكش في الرياضة ازاي؟ امال دخلت تجارة ازاي ببركة دعاء الوالدين؟ اه والله يا ابني. ربنا يخليهم لك. خلاص تمام، هستناك. تمام. اول ما تخلص اللي وراك هعدي عليك واخدك على البيت. وروحوا بيت يحيى بعد ما كان يحيى قال لباباه ومامته على كل حاجة. سلام عليكم. استنى بس، داخل كده على طول؟ اصبر، انده الحاج والحاجة يسلموا عليك، اصل امي بتحبك كده لله في لله. ليا الشرف. السلام عليكم. ازيك يا ابني؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا يا باشمهندس، نور. ده يحيى بيحبك قوي، ملوش كلام غير عليك. منور بحضرتك، وانا كمان بحبه قوي. ربنا يقدرني واكون صحبة صالحة ليه. امين يا رب. تعالى بقى ندخل جوه نشوف شغلنا، عن اذنكم. ربنا يخليهم لك ويبارك لك فيهم. شكلك اتدلعوا بما انك ابنهم الوحيد. لا انا مش دلوعة، عيب يا ابني، انا راجل. وبعدين يا سيدي، مش وحيد، ربنا رزقني باخت عايشة في ارابيزي. انت نسيت؟ اه صحيح، معلش يا ابني ما خدتش بالي. فين المشروع الهندسي يا ابني؟ ده مشروع بناء عش الزوجية لواحد صاحبي. يا سيدي، ألف مبروك. طب ما يجيلي المكتب؟ لا مش هينفع. أنا جبتك أخد رأيك. لو أنت داخل على جواز هتعمل شقتك إزاي؟ والله لما ربنا ييسر ويكتب لي جواز هبقى أفكر في سؤالك. طيب. مالك يا ابني؟ سكت ليه؟ فين الملف؟ بص بقى من الآخر، من جاءكم من ترضوه دينه وخلقه فزوجوه. صح؟ صح. من الآخر، أنت العريس. نعم. أنا هتجوز وأنا معرفش؟ بص يا معلم من الآخر، أنت واد لقطة، ما تتعيبش. وأنا مصمم إنك تتجوز أختي، أهو غلاسة. يحيى بجد، الحاجات دي مش كلام هزار. أنا قلت لك مش بفكر في الجواز. يا سيدي، وأنا قلت لك اتجوزها. نعم. أنت يا ابني عايز تجنني؟ أمال اللي أنت قلته ده كان إيه؟ أقصد يعني، أنت شوفها واتكلموا سوا، اتعرفوا على بعض، وأنا قاعد بعيد عنكم. مش جايز يحصل قبول وتلاقي فيها فتاة أحلامك؟ وبعدين أنا لازم أجوزك، مش هسيبك عايش لوحدك كده. أنت طيب أوي يا يحيى، بجد ربنا يكتب لك الخير. ها، يعني ردك إيه؟ مش عارف. كل اللي أعرفه إن مش عايزة أخسرك، أنا ماليش حد غيرك. لا مش هتخسرني، أنا في قرابيزك ما تقلقش. ويا سيدي لو ما حصلش نصيب يبقى قدر، مش هيفرقنا عن بعض يعني موضوع الجواز. خلاص، اعمل اللي انت شايفه صح. بص بقى يا كبير، انت تقوم تروح وتاخد دش حلو كده وتجلجل شعرك الحلو ده، وتجيلي اخر شياكة كالمعتاد، وانا هعمل عليك حما ما تخافش. ماشي. هستناك الساعة 8. حلو. وهعمل لك فيها ابو العروسة. حاضر. اي اوامر تانية يا عمي؟ لا يا ابني، ربنا يكتب لك الخير، وفي الاول والاخر احنا بنشتري راجل. لمن؟ ده انا اللي عايزة اجوزك، ربنا يستر. يا سيدي، انتم السابقون ونحن اللاحقون ان شاء الله. نزل امير وهو بيفكر يا ترى ربنا كاتب له ايه. يا رب يسر لي امري ووفقني لما تحب وترضى يا رب. ها، حصل ايه؟ انا قلت له وهيجي بالليل على 8. اجهزي بقى، وانا هنزل اجيب حلويات كده، وبالليل لينا قاعدة. طب هطلع ازاي؟ يحيى انا خايفة. خايفة من ايه بس يا قلبي؟ انت هتطلعي وانا قاعد وهتتكلموا سوا، وانا هعمل هنيدي وابعد عنكوا شوية علشان ما اسمعش. بس انت تبقي كويسة كده وما تحسسوش بالذنب. ها؟ ربنا ييسر ان شاء الله، وافرح بيكي عروسة جميلة، واتجوز انا كمان بقى واخلص.
إن شاء الله. جت الساعة 8 ووصل أمير. يا أهلا يا أهلا، نورت، والله وحشتني. منور بيكو، ووحشتك من 4 ساعات، للدرجة دي بتحبني؟ اه والله، يشهد ربنا أنا بحبك قد إيه. وشوية سمع حد من وراه بيقول السلام عليكم، لف على الصوت وهو مش مصدق. تعالي يا رقية، أحب أعرفك، رقية أختي. أمير ما بيردش. صاحبك مكسوف يا يحيى. وعليكم السلام. اتفضلي اقعدي، هتفضلي واقفة؟ رقية في نفسها مش مصدقة بجد. ده أمير اللي كان متفرعن علينا في الكلية بقى هادي كده وشكله اتغير. يوه، أنا ما اتكلمتش على حد، ربنا يهديه ويصلح حاله. قعدوا يتكلموا شوية وبعدين، طيب أنا هقوم أشرب واجي، اتكلموا بقى عقبال ما اجي. مشي يحيى بس كان قريب منهم. أمير بيقول في نفسه، ما كنتش مصدق إن رقية تبقى أخت يحيى. لأ، وأنا بذكائي قلت له عليها، وهو كمان ما أحرجنيش وقتها. بجد مش عارفة أعمل إيه. ازيك يا رقية؟ الحمد لله. طب تمام. وفضلوا قاعدين ساكتين، وهم هيفضلوا مخروسين كده؟ طب أمير ومحرج، وهي ومكسوفة. لا لا، أنا لازم أتدخل. إيه يا جماعة، صوتكم مش طالع، انتوا خلصتوا كلام بسرعة كده؟ لا لسه، بس أصلي. هي فيها بس أصلي. طيب، ربنا ييسر. يحيى قال لي إنك بتشتغل في مكتب كويس. الحمد لله، أنا بجد بحب شغلي قوي. طب كويس، وبتعمل إيه غير شغلك؟ يعني بقضي وقت فراغي يا إما في حفظ القرآن والمراجعة، يا إما في الجمعية الخيرية والدار. أنت لسه بتروح الدار بتاع الأيتام؟ آه، بس غيرت وقتي علشان الشغل وكده. وقال في نفسه، من أولها كدب كده، ربنا يسامحني بقى. طيب كويس، ربنا يتقبل منك. آمين. وانتي عاملة ايه في الكلية؟ الحمد لله تمام، هي آخر سنة دي وتخلص على خير إن شاء الله. إن شاء الله. وفضلوا ساكتين تاني. يا ربنا، مالهم مرة واحدة الكلام بيخلص كده؟ يا رب ينطقوا بقى. ايه في ايه؟ كل شوية تسكتوا، تتكلموا شوية صغيرين وتسكتوا أكتر. في انت وهي عايزين نفرح بقى. والله أنا لو عليا مش هلاقي أحسن من رؤية أكمل معاها حياتي، ومش هلاقي أحسن من ده نسب. ألف مبروك. وأنا مش هلاقي أحسن منك عريس لأختي. يا عم انت بتبارك لي على ايه؟ مش تعرف رأي أختك الأول؟ مش يمكن تكون مش موافقة؟ يا عم أنا عارف رأي أختي، ولا إيه يا رقية؟ رقية اتكسفت وجريت على أوضتها. وقعد أمير ويحيى وأبو يحيى يتفقوا على كل حاجة. اتفقوا إن الخطوبة بعد أسبوع، والجواز بعد ما تتخرج رقية بإذن الله. بس قبل ما يتفقوا على أي حاجة، خدوا رأي رقية وتأكدوا إنها فعلا موافقة. وبعد يومين نزلوا علشان يجيبوا الشبكة. وطبعا ما كانش ينفع أمير ورقية يروحوا لوحديهم. رقية كلمت سلمى صاحبتها علشان تروح معاهم. وطبعا بما إن يحيى صاحب أمير الوحيد، راح معاهم هو كمان. وبعد ما جابوا الشبكة، أمير عزمهم كلهم على الغدا. كلهم كانوا بيتكلموا مع بعض، ورقية كانت بتتكلم مع أمير عشان تعرفه أكتر. ويحيى كان بيتكلم مع سلمى، وهو بيتكلم معاها حس بإعجاب من ناحيتها. وهو بيتكلم معاها حس قد إيه هي محترمة وأخلاقها كويسة، وفيها كتير قوي من أخته. وبعد ما كل واحد فيهم روح البيت، أمير اتصل برؤية اطمن عليها، وقفل معاها على طول. وبعد شوية يحيى خبط على رؤية ودخل عندها. روكا حبيبة أخوها. آه، أدامك قلت روكا يبقى عاوز حاجة، انجز ولخص في الموضوع. أنا بتاع كده برضو. الصراحة عايزك في موضوع. طيب، قولي يا حبيبي عايز ايه؟ سلمى. مالها؟
مش عارف، أول ما قعدت معاها النهاردة وقعدنا نتكلم مع بعض حسيت بحاجة ناحيتها. حدد موقفك يا يحيى، سلمى مش بتاع التسلية. عيب عليك يا رؤية، وأنا بتاع الكلام ده برضو؟ أمال إيه يا يحيى؟ أنا عايزة أخطبها وأدخل من باب على طول، بس قبل أي حاجة عايزة أعرف رأيها فيا الأول. بجد يا يحيى؟ ده أسعد خبر، سلمى تبقى مرات أخويا. أنا بحب سلمى أوي يا يحيى. سلمى دي الصحبة الوحيدة اللي طلعت بيها من الدنيا، وبعتبرها أختي بالظبط. خلاص يا رؤية، ابقي كلميها وشوفي رأيها ايه، وانا هصلي استخارة وخليها هي كمان تصلي استخارة، وبدل الفرح يبقى فرحين ان شاء الله. ماشي يا حبيبي، اللي فيه الخير هيقدمه ربنا. وفعلا اول ما اخويا خرج ما قدرتش استنى، واتصلت بسلمى على طول وحكيت لسلمى وقلت لها على اللي اخويا قالهولي، وهي كان مبدئيا مرتاحاله، وقالت لي ان هي هتصلي استخارة وترد عليا. وتاني يوم قابلت سلمى. هاي يا سلمى، ايه الاخبار؟ طمنيني. والله يا رؤية انا صليت امبارح بالليل صلاة استخارة وصحية الحمد لله مرتاحة. يعني ايه يا سلمى؟ نقول مبروك؟ يا سلمى، ويبقى خطوبتنا في يوم واحد ونتجوز برضو في يوم واحد؟ ياه، ده حلم جميل قوي. بصي يا رقية، اخوكي بني ادم محترم وكويس، واهلك كمان كلهم كويسين، وانا مش هلاقي احسن من اخوكي علشان ارتبط بيه، وكفاية اخلاقه والتزامه. طب ايه رأيك اكلمه افرحه؟ ايه يا بنتي يا مجنونة، ما تستني لما تروحي وقوليله. لا مش هقدر استنى لحد ما اروح، انا هكلمه دلوقتي وافرحه. وفعلا رؤية كلمت يحيى وقالت له الخبر اللي فرح بيه جدا. وفعلا الاتنين اتعملت خطوبتهم في يوم واحد، وكانوا محتارين يعملوا الخطوبة فين، فاستقروا في الاخر ان هم هيعملوها في قاعة. وبعد الخطوبة بشهر كانت الدراسة بدأت، ودي كانت آخر سنة لرؤية وسلمى في الجامعة. سلمى والرقية اتشغلوا في دراستهم وكانوا نفسهم يجيبوا مجموع عادي. أما أمير فكان مجتهد في شغله جدا، وبيحاول يطور نفسه أكتر وأكتر، ودايما كان بيروح يصلي في الجامع، وحياته بقت تتحسن للأفضل. وبعد مرور الوقت سلمى ورقية امتحنوا وتخرجوا، وفضلوا ينزلوا يشتروا الحاجات اللي ناقصاهم لأن كان فاضل كام يوم على الجواز. وبعد وقت قصير من تخرجهم الأربعة اتجوزوا في نفس اليوم، وبعد 6 سنين جواز بقى معاهم بنوتة عندها 5 سنين وسموها سما. وحياتهم كانت سعيدة بطاعة ربنا، كانوا دايما بيصلوا مع بعض وبيقروا القرآن، واللي فيهم كان بيأثر من حاجة التاني كان بيقف جنبه ويساعده. رقية، بتحبيني يا رقية؟ عمرك ما ندمتي في يوم انك اتجوزتيني؟ عمري ما في يوم ندمت، انت احلى حاجة حصلت لي في حياتي، وانتي دعوة امي ليا. يا رب دايما نكون عايشين في طاعة ربنا وندخل الجنة مع بعض يا رب. ولحد هنا تكون قصتنا خلصت. يا رب نكون اتعلمنا حاجة من القصة. مش معنى البني آدم يكون وحش يبقى هيفضل وحش على طول، ربنا بيهدي. ويا رب القصة تكون عجبتكم، فلو أول مرة تشوفي قناتي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل قصة جديدة، ولايك وكومنت، واستنوني.